هذا واحد من أهل عنيزة يقول نويت الحج في عام 1412 أنا وزوجتي. يقول عزمت فتوكلت على الله. يقول حجزت. كانت أيام الحج على الصوالين، ما بعد انتشرت الحملات والباصات الكبيرة هذه، فكان أغلب السيارات اللي تنقل الحجاج أو تروح للحج على صوالين. ويقول الجمس، نعم، الصالون الجمس، نعم، الجمس والشفر، نعم. فيقول حجزنا مع راعي صالون على أساس أننا نروح للحج، وراعي الصالون هذا حاجز مع حملة بنفس مكة يجيها للمقر اللي هي حملة فؤاد إخوان. يقول مشينا يوم 6 ذا الحجة. يقول مشينا ركبنا مع الرجال، يقول ورحنا المكة. يقول جينا الميقات وأحرمنا ونزلنا للحرم وأخذنا عمرة. يقول طلعنا إلى منى ندور موقع الحملة اللي رايح ننضم إليها، اللي هي حملة فؤاد إخوان. طبعا تعرفون هاك الأيام ما فيه جوالات ولا فيها تحديد الموقع اللي الحين موجود، يا ربي لك الحمد، الأمور كلها متيسرة الحمد لله. فيقول أخذنا نبرم في عرفات، ضايعين ولا نلقى شارع مسدود يقول نرجع منه، ولا نقول هذا ممنوع. المهم يقول أخذنا وقت، يقول لين اهتدينا وجينا موقع الحملة. يقول والله موقع الحملة ما هو بعيد عن الجمرات، لكنه فوق بعرض الجبل، يعني إذا تبي تنزل الجمرات تبي تنزل مع درج طويل. يقول قعدنا يوم أصبحنا يوم عرفة يوم 9، يقول ونمشي نبي عرفات، يقول قريب الظهر، وحنا ماشيين توقف الموتر وتوقف السير، وقالوا ترى ما عاد فيه ممشى، يمكن يطول الميقاف وأنتم انزلوا وامشوا كملوا باقي المسافة مشي. يقول نزلت أنا واللي معنا، يقول أنا ماسكني زوجتي تخبرون أخاف أضيعها ولا تضيعني. يقول من حرصي يقولوا ونمشي. يقول راعي السيارة جلس بالسيارة على أساس يدرجها شوي شوي على حسب السير لين يصل الموقع اللي حنا فيه. يقولوا حنا نمشي ولا والله يوم مرينا من عند هاك الخيمة، يقول مكشوفة مع جهتين أو 3 جهات، يقولوا فيها ناس ومعهم لهم واحد ممدد على الأرض. يقول عرفتهم من الديرة من عنيزة. يقول شافني واحد منهم وهو يجي يمي يسلم علي، قلت سلامات عسى ما شر، وش الآدمي هذا اللي معكم عسى ومنه؟ قال هذا فلان، سمى الرجال رجال معروف. وش فيه؟ قال والله فيه ضربة شمس ودايخ طايح. ايه وطايح، ويسوي لك كمادات، يسوي لك اسعافات اوليه خبر. لا اله الا الله. المراه شافت اللي طايح هذا، يعني انتبهت له وانشدت، قالت وش فيه هذا؟ قال هذا فيه ضربة شمس. ايه مشوا وراحوا الخيماتهم ومحلهم وكملوا نهارهم. يوم جاء المغرب يبي الآن الحجيج ينفرون إلى مزدلفة. يقول ركبنا ومشينا. يقول المرأة ترى فيها بادئ فيها تعب، شوية حرارة مع صداع مع بداية انفلونزا لكنها بسيطة على البدايات. يقول مشينا جينا مزدلفة. يقول امرحنا هاك الليل. يقولوا الصباح وحنا ننطلق. يقول قلت للمرأة ترى أول ما نبدأ فيه الطواف، نبي نروح للحرم علشان نطوف عسانا ما يعني عشان ما يصير فيه زحمة قبل يزدحم الحرم. يقول فعلا رحنا بدري. يقولوا جينا الحرم ويوم أخذنا لنا شوطين طواف ولا يوم قام صلاة العيد. يقولوا توقفوا يقولوا صلون العيد. يقولوا نكمل بعد العيد والسعي. يقول واطلع واروح للحلاقين. يقول وانا حلق راسي بلموس، خلى راسه تقول صاج. يا سلام. اي والله. يقول قلت الحين عاد نبي ندور لنا شيء ناكل، احنا جوعانين. يقولوا ندور أتسل، يقولوا ناخذ من الأتسل، يقولوا ناكل. الحين قضينا
من الطواف ومن الحلاقة. يقول قلت نبي نروح للمواقف الحين نبي نركب أحد هالباصات، لكن ما حنا بجايين في باص كذا ركب في أحد، نبي نركب باص فاضي علشان ناخذ الكرسي اللي يناسبنا، نجي بآخر الباص نجي بالزاوية ونجلس حتى ما يضايقنا أحد ولا. يقول فعلا جينا هاك الباص ولا ما بعد ارتبه ولا نفر. يقولوا حنا نركب، يقولوا نجي بالزاوية اليمنى، يقول وانا احط المرة يما على الزاوية وانا اصير بجنبها. قلت عشان نفتك من احد يداحمنا ولا شيء، انا معي المرة كلها عشان حرصا على. يقول اخذنا شوي ولا والله يقول اخذنا شوي ولا والله ما ركب احد. اخذنا انا يجي حول 10 دقائق. يقول يوم درينا ولا يوم كبوا علينا حمله جميع من الاخوان الافارقه، يقول وهم يقول هل ما شاء الله معطيهم الله هالاجسام وهالطوله. يقولوا وهم يملون الباص، اللي ما لقى محل صار واقف بين الكراسي تجلدوهم. اي والله. يقول يوم اخذنا واليوم صك السواق الباب وحرك الباص، ولا والله المكيفات ما شغلت. يقول اصيح للسواق يا ولد شغله مكيف، يا ولد شغله مكيف. قال المكيف عطلان. طيب افتح الباب، فيه باب قدام وباب عند الزاويه ورا. طيب افتح الباب خلى الهواء يجينا. قال ممنوع ابلش. يقول يوم صك علينا ولا يوم غدا الباص تنور بعد السيجاره. يقول ولا يوم قامت العالم تلسب من كل عرقه. يقول ولا يوم قامت ريحه هالواد انفاحت. يقول لا يقول ان شاء الله، بس هو يقول انا من اول متخير وعلى ما قال ايه اخذ راحتي. يقول لعل الامور انقلبت ضدي. يقول المهم مشينا. يقول انا نظرت بحول، قلت بشوف ولا الباصات كل الباصات محملت ومشت. يقول والله ونمشي. يقول وهات يا ممشى لين جينا منى. كل يوم جينا منى هو يقول انا ما ادري ما ادري. يقول ولا ادري من عين دخلنا. المهم مع هالباص بيودينا. يقول ولا يوم ان ضمينا. يقول معي لي قاروره ماء وحين يقول شربناه. يقول وضمينا عطشنا. شنهم يمشون على رجليهم. اي والله. يقول ولا يوم وقفنا من عرض وقفاتنا يوم وقفنا ولا بجنبي هكا البخشه بهله بزبوز يصب. البخشه حديقه. يقول بهله بزبوز اشوفه يقول يصب. يقولوا حنا واقفين. يقول وانا احول. يقول انا خرط. يقول وانا اروح اركض بعبي هالقاروره هذه. يقول وهو يمشي الباص والمرأة في الباص هذا والله الحق. يقول انا داري ان الباص ما هو برايح بعيد، لكن المرأة يبي ينفضح قلبها الحين. يقول يوم مشى له الله اعلم يجي له حول 200 متر. يقول هو ياقف. يقول انا انسد مليت جرتي. يقول وانا اركض. يقول يوم جيت ولا المرأة ما تدري وش تسوي. مفزع. قالت والله اني ذليتني ان نروح نخليه. قلت لا ان شاء الله ما أنا. يقول مشينا. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مشينا. يا مرحبا. يقول ولا زحمة. يقول ولا حر علينا. يقول ولا حر قيض عمل في 412 بعز الصيف اول ما بدا يجي الصيف. اي نعم. يقولوا احنا نمشي مثل ممشانا اول نمشي وناقف. يقول يوم اخذنا قالوا خلاص وقف الباص انزلوا. ما السيارات واقفه كلها بالمسارات. يقولوا احنا ننزل. يقول المسافه اللي بقت والله انها ما انا اشوف الجبل اللي احنا فيه بعيد، يمكن تقول 3 كيلو 4 كيلو. يقول والمرة معي تعبانه من النمس تعبانه وباديها الانفلونزا وقام يزود عليها التعب. يقول قلت بسوي لي خطه علشان ارفع من معنويات هالمره هذه. الرجال اخططه من اليوم. يقول وابدا امشي. يقول وانا امشي يقول احط ايدي على راسي. يقول واغير وجهي شوي. يقول اغير ملامح وجهي واقف واتسن بالمشي شوي. اي يقول وهي تلتفت لانها حست بي. يقول وهي تلتفت قالت وش بك؟ قال لا ما بشيء. يقولوا احنا نمشي. يقولوا ثاني مثل الاولى كررها. يقول لين اني تيقنت ان المراه استيقنت بي بلاء وتنشطت. قالت وش بك؟ يقول وهو يطري علي اللي طايح نمس اللي طايح بضربة شمس وهو يطري علي. يقول قلت
والله اني ما ادري خاف بي ضربه شمس. قالت وشو ضربه شمس؟ يقول وهي تمسك يدي، يقول وهي تقوم تجر جر، يقولوا ساحب، يقول والله اني يلا امشي معه الحق. يقولوا هي كل ما مرت هاك الايام الله يرحمه ويغفر لها الملك فهد، الله يجعله بجنات كان فيه تريلات مكتوب عليها مبرة الملك فهد، ويوزعون ماء ويوزعون عصير ويوزعون لبن. يقولوا كل ما مرت لها من تريلة لبقت خلك هنا، يقول هو غارت على هالتريلة يحذفون عادهم. يقولوا هي تاخذ اللي هي تقدر عليه، يقولوا هي تجيب تصب على راسي من الماء وتعطيه من العصير، يقولوا هي تلقط ايدي وروح يا ولد وسح نست عمرها. هي انا هو هذا اللي هو يبي. هي نسيت الان الوجع هذه. وهذا يوم اقول انا ان التضحيه واللي يمكن كثير من الناس ما ينتبه له الان، هي ضحت حتى نسيت تعبها ونسيت ظروفها ونسيت كل شيء علشان زوجها. يقول وهي تقوم تجر، يقولوا كل ما وصلت المبرة من هالمبرات تريلة، يقول لبقت وجابت لها شلقة ماء وعصير شكلت. يقول وهذا حنا يقول انا يقول والله ان ضحك ابى اضحك، بس يقول ان ضحكت خربت المساله كلها خربتها كلها. يقول قلت الحين الله يعيننا لو وصلنا الدرج، ما هو المكان رفيع فوق وهم جايين من تحت. يقول الدرج 240 زلفه، يقول 240 درجه. يقول يوم منا وصلنا قلت زين ما وصلنا هنا لا باس، لو عجزت الحين ما عندي مشكله، ابى اقدر اعتبها بالدرج لين اوصلها. يقول يوم انه جيت الدرج يقول ويطلع نشاط اكثر من الاول، يقول وهو يسح مع هالدرج. يقول والله لين حطتنا على باب الخيمه عند اخوياي. يقول وهي تدخل عند الحريم، الخيام 2، واحده للحريم وواحده للرجال. يقول وانا ادخل عند الرجال وهي تدخل عند الحريم. عاد يقوم من الحريم يوم انه جاء وشافن عليها التعب وصل يقوم يساعدنا ويعطينا. فانا حبيت اورد هالقصه هذه لان فيها ضرب مثل للتضحيه من المراه، سواء كانت ام او زوجه او اخت او بنت. يعني كثير نرى امثله حيه مع الناس اللي قبلنا ومعنا الحين تقدم المرأة تضحية بلا حدود. والله انك صادق ابو العزيز، وبيض الله وجهك على هالقصه المفيده والزينه. وغير هذا انت ذكرتنا بالمشاعر الروحانيه ومشاعر الحد كذا. وابو نايف عاد يقول يا ابو عثمان والهون الاخوان، يقول والله اني قعدت سنين وانا اراوي اعلمها ما علمها خفت ازعل. خاف ازعل. يقول يوم منه راح يجي 6 و7 سنين. يقول ماشي بقلبي والله لازم اعلمها عشان ما قال شيء وقال علمها. يقول علمها. قالت والله لو دريت قلت داري لو دريتي بيصير علوم، لكن الحمد لله. الله يجزاك خير. ضحيه يعني طيب لا تضحيه.